لهم لثرو. وكره تانية اللعيبه لو حطها لاي لعيب من الاثنين هيروح برضو انفراد من نص الملعب، لا بيبقى جاي شايطها ومتزحلق كده مقلوب على وشه ونازل زرع بصر في الارض كده، شايطها من نص الملعب في الجون على اساس فاكر نفسه بيرلو، يعني هيروح يحطها في الجون من نص الملعب. يحيى عطية الله، يحيى عطية الله لسه مش حد يقدر يحكم عليه دلوقتي، لسه ما حدش يقدر يقول عليه حاجه، لسه راجل بيبدا، لسه برضو الاجواء وطريقه اللعب والملاعب والحاجات دي كلها لسه برضو مش حد يقدر يحكم عليه دلوقتي، بس هو ممكن يكون خامه مبشره هيجي منها. مروان عطية بالنسبة لي لاعب ستة كلاسيكي، لاعب ستة يعني اوفر ريتد جدا، اوفر ريتد خالص، يعني واخد اكبر من حجمه بالزيادة عن اللزوم خالص، يعني هو في الافتكاك والبدني بتاعه عالي، غير كده مفيش، مش شويط، مش بيلعب براسه، مش مهاري، مش اللي هو يعمل لك ثرو يضرب لك خط مثلا كامل، خط وسط الفريق اللي قدامه، خط دفاع الفريق اللي قدامه، لا هو كلاسيكي خالص اللي هو بتاع ايام زمان، بتاع حسام عاشور والناس